ايه يا ام ابراهيم؟ مفيش حاجه. طب لازم اروح اجيب لك الدكتور. تعالى بس. دكتور ايه؟ الحكايه مش مستاهله. عشان نطمن. خلاص يا ام ابراهيم اطمني، انا بقيت كويسه. الله، في ايه؟ خش اكلي سعيد. خش اكلي سعيد. اقعد يا حاج، اقعد ارتاح. اقعد. انا عايزه اتكلم معاك في موضوع كده. ايه؟ موضوع ايه؟ سعيد ابني. ماله يا زبيده؟ مش عاوزاك تاخده معاك المحل. يعني انا عايزه يتعود على جو الشغل من صغره ويشربه حبه حبه. ايه رايك بقى؟ انا مش عاوزاه يشغل نفسه بالحاجات اللي زي دي. ليه بس يا زبيده؟ ده كار ابوه. ايوه انا عارفه انه كرمه، بس انا عاوزاه يتعلم. وانا عاوزه يبقى دراع اليمين. انا نفسي يدخل المدرسه. حاضر، ما اقدرش ارفض لك طلب. كتر خيرك يا حاج. وبعدين انت ابوه، وبعدين العلام مش وحش. خلاص هسيبه يمشي في كار العلام لحد ما يعرف يقرا ويكتب ويحسب. هو ده العلام؟ امال الناس بتدخل ولادها المدارس ليه؟ ليه؟ قولي لي انت. اقول لك، عشان يخشوا الجامعه وياخدوا شهادات عاليه. شوفي، انا ليا راي تاني. انا رايي ان كل واحد يتعلم على حسب حاجته، واللي مش محتاج ملوش لازمه يضيع وقته في حاجه لا هتفيد ولا هتجيب. ولا انت رايك ايه؟ مين اللي علمك الحكمه دي؟ ما تتريقيش يا زبيده. الزمن، مفيش حاجه تعلم الانسان احسن من الزمن. على راي المثل، اللي ما علموهوش ابوه وامه تعلمه الايام والليالي. ولا انت رايك ايه؟ انا موافقاك على كل حاجه تقولها، لكن في دي لا. مبروك مبروك يا وليه يا انسه وليه. كام متر بقى؟ كام متر؟ لا لا لا. الو. يا ام ابراهيم، ايه اللي حصل؟ ايه خير يا دكتور؟ احنا عاوزين نعمل تحاليل واشاعات فورا. انت كده قلقتني. انت شاكك في ايه؟ طمني. لا احنا نعمل التحاليل والاشاعات الاول وبعد كده نتكلم. متشكر. شكرا. اول ما تطلع الاشاعات عاوز اشوفها فورا. حاضر. السلام عليكم. مع السلامه. حاسه اني هاخد من هنا مش راجعه تاني يا ام ابراهيم. تف من بقك يا ست زبيده، ده انت زي الفل. امال رايحه المستشفى اعمل ايه يا ام ابراهيم؟ شويه حاجات كده طالبها الدكتور، وان شاء الله مفيش حاجه. يا عيني عليك يا سعيد يا ابني. اخص عليك يا ست زبيده، ما تفوليش على نفسك. ان شاء الله هترجعي لابنك ولبيتك بالسلامه. امان عليك يا ام ابراهيم. خلي بالك من سعيد، خليه في عينيك. وانا عايزه توصيه عليه، ده سعيد ابني زي ما هو ابنك بالظبط. انا عارفه يا ام ابراهيم، عارفه حنيتك عليه. يلا يا ام ابراهيم. ده مش خلاص عملنا التحاليل والاشعه، قعدني في المستشفى ليه بقى؟ لازم نستنى لما نعرف النتيجه والدكتور يكتب لك الدواء. اخويا ما بحبش جو المستشفى. الواد سعيد وحشني قوي ونفسي اشوفه. كلها ساعه زمن ونرجع البيت ان شاء الله. ادخل. وبعدين انا حاسس ان شاء الله ان شاء الله مفيش حاجه. لو سمحت يا فندم، الدكتور فؤاد عايزك. مش قلت لك شويه وهنروح؟ خليكي معاها عشان ما تبقاش لوحديها. حاضر يا فندم.
حضرتك عامله ايه النهارده؟ الحمد لله. انت شفتي الاشعه والتحاليل نتيجتها ايه؟ انا قلت لك الحقيقه وما رضيتش اخبي عنك لاني عارف انك راجل مؤمن. لا اله الا الله، لا اله الا الله. يعني مفيش فايده؟ المرض ده ملوش علاج؟ هو كان ممكن يبقى فيه امل، بس لو كنت جيتوا بدري شويه. انا مش فاهم ايه اللي اخركم لغايه دلوقتي يعني. ما رضيتش تقول لي عشان ما تضايقنيش. احيانا فعلا العواطف بتدمر صاحبها. الكلام اللي قاله لك الدكتور فؤاد مظبوط. انا مستعد اسفرها بره يا دكتور. مش هيقدروا يعملوا حاجه، وهتصرف فلوس كتير على الفاضي. انا ايماني بربنا كبير قوي يا دكتور. ونعم بالله. انا بتكلم من الناحيه الطبيه، وطبعا اراده ربنا فوق كل شيء. عايزه امشي من هنا، روحني بيتي. عايزه اموت على فرشتي، مش عايزه اموت هنا يا حاج. روحني بيتي يا حاج، روحني بيتي. حاضر، حاضر يا زميلي. وحياتي عندك مش عايزاك تحزن ابدا، مش عايزه اشوف الدموع دي في عينيك. متصورش انا سعيده قد ايه دلوقتي. انت اديتني عمر تاني، احلى ايام عمري عشتها معاك. انا كل اللي طالباه منك انك تخلي بالك من سعيد، حطه في حباب عينيك. جرى يا زبيدة، ان شاء الله ان شاء الله هتقومي بالسلامة وهنفرح بولاد سعيد. يا ريت يا متولي، يا ريت. هو فين؟ سعيد فين؟ نفسي اشوفه. انا خايفة خايفة اموت قبل ما اشوفه يا متولي. عايزة الشر، اشوفه، بعد الشر عليك، ما تقوليش كده. عايزة اشوفه. هجيبهولك حالا. ابراهيم، ايوه يا حاج. هاتي سعيد من جوه. ليه؟ امه عايزه تشوفه. يا كبتي يا اختي. مش عايزك تخش عليها وانت معيطه. يلا جهزي الواد. يا حسين، انا مش هقدر اجي النهارده. لا خير، بس انا كنت مدي ميعاد لكام واحد اعتذر له.